يا صباح الصداع ووجع الدماغ بقى ووجع الرقبة من صحيان من النوم. اليومين دول برد، فاحنا محتاجين نتدفى كويس واحنا نايمين، عشان لو انت نايم ورقبتك مكشوفة، عشان من الناس المحبين الشتاء اللي زيي، انا بحب انام نص كم وعليا بطانية، وبعدين البطانية بتتكشف شوية وانت نايم والساعة جاية على قفاك، ورقبتك هتشد، رقبتك هتتوجع. ولو رقبتك شدت هتشد على الأعصاب. في أعصاب هنا، شايف في قاع الجمجمة هنا، الأعصاب دي بتبقى طالعة تغذي الحتتين دول هنا، بتغذي نص الدماغ هنا وجلد الدماغ. ممكن تلاقي تنميل في جلد الدماغ، وجع في الدماغ، وجع وصداع. الأعصاب دي في عضلات هنا حمراء، ماشي، العضلات دي هتضغط على الأعصاب دي، هتسمع في الدماغ. طيب أحل المشاكل دي إزاي؟ ماشي، هقول لكم دلوقتي. اول حاجه انا عايز افصل العضلات دي واطولها. العضله دي اسمها ريكتوسكابيت، اسمها لان من اسمها العضله دي بتعمل ايه. بص الحركه دي وكده، بتميل الراس كده وكده، فانا عايز اعكس بقى، اميل كده وابص تحت. عندي صداع نصف يمين، عندي صداع نصف شمال، او زي انا عندي في الاثنين، صاحي مصدع من الاثنين، دماغي كلها محزمه. هعمل ازاي؟ بص، احط دراعي ده ورا اهو، دراعي ده ورا ولتحت، الف راسي كده وابص لتحت وامسك دي واروح اعمل كده اهو. يا لهوي، يا لهوي على الاسترتش، يا لهوي على الاطاله، واثبت كده اهو 5 ثواني، 1 2 3 4 5. يبقى دي نزل تحت، دي لفه كده، دي بتعمل كده، وبسحب من هنا، بسحب جلد الدماغ، لان جلد الدماغ اصلا هو والعضله ستراكشر واحد او محتوى واحد. ونفس الكلام دراعي ده يلف كده اهو وينزل لتحت، لما ينزل لتحت والف واروح اشم باطي اليمين اهو، بشم كده اهو واروح ساحب كده اهو وجايب كده قدام واثبت 5 ثواني، 1 2 3 4 5. بسحب من الجلد هنا اهو. يا سلام بقى لو سحبت منين، من ورا الودن هنا، شايف اهو، بسحب ده جلدي ده كده، بسحب كده واعمل كده 5 ثواني. دول لو فكوا هتواظب عليهم كل شوية تعمل كده، هتلاقي الصداع فعلا قل كتير. اللي بعد كده اهو، شايف بقى العضلة دي، شايف العضلة دي اسمها ستيرنوكليدوماستويد، ما علينا من اسمها برضو. العضلة دي عايز اعملها ستريتش، بثبت الترقوة هنا واسحب اهو، بسحب رقبتي منها كده اهو. بس بقى ايه، العضلة دي بتجيب ازاي؟ بتلفك كده، بتلفك شمال وتجيبك كده لقدام، يبقى اليمين هي اللي شغالة. عايز اعكس، اروح اعمل ازاي كده اهو، باصص بص فوق دي بتطول. نفس الكلام، امسك الترقوة هنا، جلد الترقوة ده، كأني بقى عايز اعمل استرتش للجلد اللي ماشي هنا. هو انت كأنك بتعمل استرتش للجلد، بس هو العضلة بتتشد معاه اهو. مسكت كده جلدي كده اهو، والف وارفع لفوق واثبت 5 ثواني. احس والاسترتش ده هو بيتعمل، بيخبط في فكي، في الفك. الناس اللي بتجز على اسنانها وراسها طالعه لقدام، كل ده هيرجع راسك لورا ويفك لك الضغط اللي على الفك ده. بعد كده مساج هنا ده هيفك لك العضلات بتاعت اللي بتشد على الفك بتاعت العض. مساج هنا، بص بقى ازاي اهو، لان عضله الفك ماشيه لحد دماغ هنا اسمها تمبوراليس، ماشيه هنا لحد الحته دي اهو. بص مساج هنا، هنا وهنا وهنا كده. خلاص، خلصت دول، جيب اي استك، طرحه، فوطه، اي حاجه، ماشي. انا عندي استك هنا مثلا اهو، بلفه كده اهو. بص بقى الحالة دي، الف ايديا الاتنين كده اهو، دي كأنها بتثبت الفقرة اللي تحت، ودي بتلف الفقرة اللي فوق اهو. الفهم عكس بعض، الايد دي هتروح في الاتجاه ده، والايد دي هتروح في العكس
او لان انا هنا بحاول اعمل ايه؟ انا بحاول هنا ان انا اثبت فقره بالاستيك، والتانية بروح واخدها عشان الف بيها الفقره اللي فوقيها. واحده تيجي تنزل تثبت تحت، واحده تيجي تلف التانية فوق كده اهو، عشان انا عايز اسلك الفقرات دي ما بينهم وما بين بعض في اللفه، ثم ما تضغطش على الشريان اللي بيغذي المخيخ، ماشي، عشان الناس اللي عندها فقدان في التوازن، ولا اضغط على الاعصاب اللي بتغذي الدماغ. فانا هنا رحت عامل ازاي تاني للتوضيح جدا اهو، حطيت الاتنين دول كده اهو، خلاص. هنا في الارتفاع ده، او مثلا لو عندك وجع من فوق اكتر خليك هنا من هنا، خلاص. واحده نازله تحت، واحده نازله طالعه فوق. تعمل استريتش وتلف الفقره على الفقره كويس. اهم حاجه تكروس، يعملوا كروس كده، واحده كده واحده كده وتروح بص كده. الكلام ده يمين وشمال، ماشي. خلاص بعمل كده اهو، واثبت كده 3 ثواني ورايح كده اهو، ورايح كده اهو، ورايح نفس الكلام كده اهو، ورايح. تمام، فهمت؟ خلصت بقى الكلام ده كله. انا بقى دلوقتي ايه فاضل لي؟ ان انا افرد فقراتي الصدريه، ماشي. هنا هقول لك هات لي كماده سخنه، ماشي. الكماده السخنه البلدي بتاعت الصيدليه دي، ماشي، عايز احطها هنا في قفايا كده. يعني اروح حاطط الكماده السخنه دي في قفايا، ماشي. انا بتخيل ان دي الكماده السخنه، ماشي. وعايز اعمل ازاي؟ افرد ظهري واسلطح قفايا فيها كده، وافضل الف راسي يمين وشمال خفيف خفيف وانا مسلطح قفايا. انا كده كده غلط كده، هو دي كأني بمساج الحتة دي في السخونية. لو نجحت ان انت تمساج كويس الحتة دي في السخونية، هنا هيحصل ايه؟ العضلات اللي على الاعصاب دي هتبدأ تفك، ثم ما تضغطش على الاعصاب اللي بتغذي دماغك، ولا الشريان اللي بيسبب الدوخة والكلام ده. خلاص كده تبقى انت فكيت معظم العضلات دي في الروتيشن، في اللفات، وفي الروتيشن بالاستيك. خلاص كده تبقى انت 100 فاضل. والاتجاه ده ما قلنا عليه هو ده بتاع السايد بندنج، اللي هو بتاع يبقى انت ايه، لان الفقرات دي بتتحرك ايه؟ روتيشن، لفات، سايد بندنج، ميله يمين وشمال. فاهم قصدي؟ كده دول اهم اتجاهين بيخنقوا الاعصاب والشرايين اللي بتبقى رايحه للدماغ، ماشي. وقولوا لي لو في الاخر يعني جربوها، اعملوا التمارين دي ان شاء الله تتحسن كتير جدا، وسيفوها عندكم، وربنا يكتب لكم الشفاء دايما، وهذا والله اعلم.